السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم قناة أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيبوا كومنت عشان نعرف من خلاله آراء حضراتكم، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وأول خبر معنا في فيديو النهاردة التشخيص المبدئي لإصابة زيزو. قال الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك في وقت سابق أنه ينتظر نتيجة الإشعة بعدما شخص إصابة زيزو بالتواء في الكاحل عقب مباراة نهائي كأس مصر، ليتم الإعلان الرسمي عن الإصابة خلال الساعات القليلة المقبلة. وقام الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بتشخيص إصابة زيزو على أنها تمزق في أربطة القدم وقد يصل غيابه إلى 3 أسابيع. وقام اللاعب بتوجيه الشكر لجماهير نادي الزمالك عبر حسابه على انستجرام، وقال: الحمد لله دائما وأبدا. فكرة إن الواحد يبقى سليم بس حاجة في حد ذاتها نعمة عظيمة. الحمد لله على فضل الله وكرمه، وشكرا جمهور الزمالك العظيم اللي مش حاجة غريبة عليه من دعم وسؤال على لاعبيه. الحمد لله واشوفكم الماتش الجاي. أما عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا، فمن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لربع النهائي بين سيمبا والأهلي في تنزانيا أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري، وستقام مباراة العودة أحد يومي 5 أو 6 إبريل المقبل بالقاهرة. ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا مع الفائز من لقاء مازيمبي وبترو أتلتيكو في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. أما عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية، ستقام مباراة الذهاب في ضيافة فيوتشر يوم 31 مارس الحالي، ويحتضن الزمالك مواجهة العودة يوم 7 إبريل المقبل. ومن المنتظر أن يعلن الكاف عن مواعيد انطلاق المباراتين في وقت لاحق. الخبر اللي معانا بعد كده: ليفربول بيحدد سعر بيع محمد صلاح. ارتبط محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وخاصة عبر بوابة نادي اتحاد جدة، ويحوم الغموض حول مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول، خاصة مع رحيل يورجن كلوب المدير الفني عن الريدز بنهاية الموسم الجاري. وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025. وأوضحت تقارير صحفية أن ليفربول قلل من مطالبه المادية لبيع محمد صلاح، لكن رحيله سيكون مشروطا برفض تجديد عقده مع الريدز في الفترة المقبلة. وحدد نادي ليفربول مبلغ 100 مليون استرليني للاستغناء عن محمد صلاح للدوري السعودي في الموسم المقبل. أما عن تعديل مركز عبد الله السعيد من جانب المدير الفني لنادي الزمالك، استقر المدير الفني جوزيه جوميز على عدم الاعتماد على عبد الله السعيد مرة أخرى في مركز الوسط الدفاعي، على أن يتم توظيفه في مركز محور الارتكاز أو الجناح المهاجم من أجل الاستفادة من قدراته الهجومية. ويرى المدير الفني أن تواجد السعيد في مركز الوسط المدافع حرم الزمالك من قدراته الهجومية، بخلاف استهلاك لياقته البدنية بعد تخطي عمره 39. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وتسيب كومنت عشان رأيك يهمنا، وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.